السلام عليكم خواتاتي خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم بغيت نقدم لكم هذه البسبوسه بذوق البرتقال. تجي بزاف هشيشه وتجي تذوب في الفم وشربه حتى للقلب بمقادير بسيطه وموجوده في كل بيت. نتمنى منكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. واللي عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ونخليكم مع الوصفه والمقادير ونقول لكم فرجه ممتعه. نبدأ أولا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبداو هنايا أولا بتحضير الشربات باش نخلوها تبرد. في هاد الشربات أنا ديت علبة تاع الياغورت فارغة، ندير علبة ونص تاع سكر. وهنا تبغوا ديروا زوج علب، ديروا زوج علب تاع سكر وديروا معاهم ربع علب تاع ماء. دروك أنا هنا ديت علبة ونص وغادي ندير 3 علب تاع ماء. 3 علب تاع ماء. أنا هنا نقصت السكر خاطش تجيني حلوة بزاف، وانتوما تبقى لكم على حسب الرغبه. دونك ندير 3 علب تاع ماء كما راكم تشوفوا. ونزيد عليها هذا البرتقال اللي انا عصرته، ديت الجو تاعه وديت الزاز تاعه. غادي نديرهم هكا باش يطلقوا لي بنه في هذيك الشربات. نحركها بهذا الشكل ونديرها على النار. كي تبدا تغلي نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها ونخليها تبرد حتى تبرد تماما باش نديرها على البسبوسه تاعي كي نخرجها من الفرن وهي سخونه. في هذه البسبوسه نحتاج 3 حبات بيض. وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. بسم الله. ندير الحبه الاولى، الثانيه، نزيد الحبه الثالثه. هذه البسبوسه نديروا كاع المقادير مع بعض ومن بعد نخدموها، بعد نحرقوها. نحتاج في هذه البسبوسه نحتاج هنايا علبه تاع زبادي طبيعي، ياغورت ناتور بهذا الشكل. دروك هذه غادي نغسلها وهي اللي نعبر بها جميع المقادير. رجعت معكم خواتاتي بعد ما نقيتها العلبه. غادي نعبر بها علبه تاع زيت. قلت لكم هنا غادي ندير كاع المقادير ومن بعد نحرك. نزيد علبه تاع السكر. نزيد مبشور تاع برتقالتين، ولا كانت برتقاله كبيره تدو غير واحده. نزيد حوالي نص علبه تاع عصير البرتقال بهذا الشكل. نزيد العلبه الاولى تاع السميد اللي يكون سميد رقيق، السميد اللي نديرو به الرقاق، اللي نديرو به المسمن. العلبه الاولى. نزيد العلبه الثانيه، غادي نديرو علبتين تاع سميد يكون رقيق. ونزيد علبه تاع جوز الهند، مبشور جوز الهند اللي هو نواه كوكو. نزيد عليهم هنا علبه ونصف تاع خميره كيميائيه تاع 11 غرام. غادي ندير كيس ونص. الكيس الاول نزيد نص كيس. ما ننساش ندير رشه تاع ملح. انا درت كاع المقادير، دروك نخلطهم مليح. تديش بزاف وقت. دروك نجيب السني ولا غادي نديرها فيها. بقاو معايا. رجعت معكم خواتاتي. هنايا ديت بلا اللي دهنته بالزبده وعاودت رشيته بالسميد، فيها 22 على 25. هنا ندير الفرن تاعي يسخن على درجه حراره متوسطه. غادي نفرغ البسبوسه تاعي. نفرغها هنا. نجيب سباتول كما قلت لكم نفرغها. نجيب سباتول باش نفرغ على الكميه. بهذا الشكل.
غادي ندخلها للفرن طيب. رجعت معكم خواتاتي بعد ما طابت البسبوسه وهي سخونه. غادي نسقيها بالشربات. هنا نديرو كاع ديك الكميه تاع الشربات اللي درناها وهي سخونه كما قلت لكم. ديروا الشربات غادي تشرب لنا بالخف. هنايا غادي نقلع كاع داك الشربات اللي فيه داك البرتقال، ومن بعد نرش عليها كما راكم تشوفوا بالجوز الهند. ومن بعد هنا غادي نخليها تبرد شويه باش نقسمها الى مربعات حتى تبرد لكم باش تقسموها هكا باش ما تتفتت لكمش البسبوسه تاعكم. خاطر هاد البسبوسه تجي بزاف هشيشه. غادي نقسمها بهذا الشكل ومن بعد نزينها بقطع تاع البرتقال. زينها بقطع تاع البرتقال. كما قلت لكم هاد البسبوسه تجي بذوق البرتقال، تجي بزاف بزاف تشهي. زينها بهذا الشكل ومن بعد نقلعها ونديرها في لي كيسات. هنا نديرها في لي كيسات هكا باش نقدمها. شوفوا هنايا درتها في لي كيسات. هاد البسبوسه كما قلت لكم تجي بزاف هشيشه وتجي بذوق البرتقال، تجي بنه يا سلام. نتمنى منكم تجربوها. الا عجبتكم هاد الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والى الوصفات المقبله ان شاء الله، والسلام عليكم.